هالو لويتي، اهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم الماني بالعربي. طيب في الفيديو ده هيبقى تدريب صغير عن ازاي تكون سؤال، وممكن كمان من خلال الفيديو ده تختبر نفسك. انا هحط قدامك الجملة وهنعمل عليها سؤال. تعالوا نشوف مع بعض. اول جملة معانا إيش هايسي رجاء. عايزين نحط للجملة دي سؤال، هنعملها ازاي؟ خلينا اول حاجة عارفين عشان اكون اي سؤال اول حاجة هحطها اداة الاستفهام، وبعد اداة الاستفهام هحط الفعل، وبعد الفعل هحط الفاعل. فهتبقى ازاي؟ Wie heißt du? Wie heißt du؟ ما اسمك؟ انا اسمي رجاء. اول حاجة حطيتها اداة الاستفهام في، وبعدين حطيت الفعل heißt، وبعدين حطيت دو الفاعل. Wie heißt du؟ Ich heiße رجاء. نشوف السؤال اللي بعده. Ich spreche Spanisch. Ich spreche Spanisch معناها أنا أتحدث الأسبانية. يبقى أكيد السؤال كان بيقول أي لغة تتحدث. نشوف السؤال مع بعض. welche أداة استفهام، Sprache فعل، sprichst du؟ welche Sprache sprichst du؟ أي لغة تتحدث؟ Ich spreche Spanisch أنا أتحدث الأسبانية. عثمان ist mein Familienname. عثمان ist mein Familienname. عثمان هو اسم عائلتي. يبقى أكيد السؤال كان بيقول ما هو اسم عائلتك؟ نشوف مع بعض السؤال. Was ist dein Familienname؟ Was أداة استفهام، ist فعل، dein Familienname ما هو اسم عائلتك؟ عثمان ist mein Familienname. عثمان هو اسم عائلتي. aus Deutschland. aus Deutschland يعني من ألمانيا. طيب يبقى أكيد السؤال كان بيقول إيه؟ من أين أنت؟ نشوف مع بعض السؤال. woher kommst du؟ woher kommst du؟ من أين تأتي أو أنت بلدك إيه؟ aus Deutschland أنا من ألمانيا. ممكن كمان أقول Ich komme aus Deutschland أنا من ألمانيا، أو أنا آتي من ألمانيا. يعني ممكن أقول aus Deutschland أو Ich komme aus Deutschland. نشوف السؤال اللي بعده. Deutsch und English. Deutsch und English. طيب أكيد أنا سألت، هو هنا بيقولك ألماني وإنجليزي. طب يبقى أكيد أنا سألت أنت بتتكلم إيه؟ أي لغات تتحدثهم؟ نشوف السؤال مع بعض. welche Sprachen sprichst du؟ welche Sprachen sprichst du؟ ما هي اللغات التي تتحدث بها؟ ممكن أقول Ich spreche Deutsch und English، أو ممكن أقول Deutsch und English على طول. welche Sprache sprichst du؟ Deutsch und English. Ja, das ist Anton. Ja, das ist Anton. نعم هذا أنطون. يبقى أكيد أنا سألت بقول هل هذا أنطون؟ نشوف السؤال مع بعض. طيب السؤال هنا أوله است، وإست ده فعل.
عايزين نعرف ان اي فعل لما بيتحط في اول سؤال ده بيبقى بمعنى هل. سؤال بمعنى هل، يبقى اي فعل لما بيتحط في اول السؤال بيبقى السؤال بمعنى هل، والرد بتاعه دايما بيبقى بيا او ناين، نعم او لا. Ist das Anton؟ هل هذا أنطون؟ Ja, das ist Anton. نعم هذا أنطون. سؤال تاني بمعنى هل. Nein, ich bin Frau Rago. Nein, ich bin Frau Rago. طيب تيجي نشوف السؤال مع بعض. احنا قلنا ان اي فعل بيتحط في اول السؤال بيخلي السؤال بمعنى هل، والاجابة بتاعته بتبقى دايما بيا يعني نعم، وناين يعني لا. طيب هو هنا سأله بيقول بيست وده فاعل، بيست دو فغاو سارة؟ هل أنت السيدة سارة؟ طيب لو الاسم غلط هقول ايه؟ هقول ناين إيش بن فغاو رجاء. لأ أنا السيدة رجاء. طيب ولو الاسم صح، لو أنا فعلا سارة هقول يا إيش بن فغاو سارة. يبقى أنا عرفت السؤال بمعنى هل، أي فعل بيتحط في بداية السؤال بيبقى بمعنى هل، والإجابة بتاعته دايما بيبقى بيا نعم أو ناين لا. Das ist Frau Sarah. Das ist Frau Sarah. هذه تكون السيدة سارة. يبقى أكيد السؤال كان بيقول من هذا أو من هذه. نشوف السؤال مع بعض. Wer ist das؟ Wer ist das؟ من تكون هذه؟ Wer ist das؟ Das ist Frau Sarah. هذه السيدة سارة. طيب وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة. الدرس ده أو التدريب ده مش بس في الكورسات، لا ده كمان موجود في منهج الصف الأول الثانوي، يعني ثانوية عامة ممكن تستفاد منه كمان. كمان بفكركم لو حابين نتكلم عن أي مواضيع معينة أو حتى دروس الثانوية العامة ممكن تكتبولي في التعليقات وهتكلم عنها المرات الجاية. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. تشوس.